من وقت ما اجتمعوا نخبة من أهم المثقفين والأمراء الكرد من كافة مناطق جغرافية كردستان عام 1919 باجتماع هيئة كردستانية، وعملوا جمعية الترقي أو التعالي الكردستانية سنة 1920، وفكروا كيف بدهم يعملوا علم موحد للكرد. ورجعوا تبنوه جمعية خويبون، وبلش يترفع بكل الثورات اللي اجت من بعدها، بثورة آجري وبجمهورية مهابات اللي اعتمدته رسميا، وبانتفاضة التسعينيات، لحتى وصلنا عام 1999 لما إقليم كردستان العراق قرر يرفعه رسميا. يعني العلم ما انولد بمكتب حكومي ولا فبركه سياسي اليوم، هيدا علم عمله ناس نؤمن إنهم بيمثلونا، وهيدا العلم حملوه مئات الآلاف